من المسرح البريطاني نقدم المائدة رقم 7. المائدة رقم 7 مسرحية من مشهدين للكاتب البريطاني تيرنس راتيغان، ترجمة ميخائيل رومان. صالون فندق بورغار الخاص بالريف البريطاني. باب غرفة الطعام أعلى المسرح، وعدد من النوافذ الفرنسية ذات الستائر إلى اليسار، وإلى اليمين في مؤخرة المسرح مدفأة. المقاعد موزعة بحيث تتفق مع فصل الصيف. تشارلز ستراتون في ملابس رياضية وهو جالس يقرأ كتابا في الطب، ومن خلال النوافذ الفرنسية المفتوحة تظهر جين ستراتون وهي تدفع عربة أطفال أمامها. هيا إلى بابا. بابا يطبلك طفلة صغيرة، ثم تقول له باي باي إلى السرير. هل حان وقت النوم؟ فاتت الساعة 6. كيف حال الدراسة؟ متخلف أميالا مع هذه المقاطعات التي لا تنتهي. كان من الغباء أن نعود إلى هذا المكان. كان ينبغي أن أتذكر ما حدث في المرة الماضية. ليتنا استعرنا كابينة ديفيد. الهواء رديء في وادي التيمز ولا يناسب الطفل. الجو هنا أفضل، أليس كذلك يا حملي الجميل؟ تشارلز، أتسمع ما يقول؟ نعم يا مامي، الهواء الجميل والشمس الجميلة تجعل الطفل كالزهرة النضيرة. إنه لا يقول شيئا، كل ما يستطيع أن يقوله هو وقد بدأت أقلق عليه. عزيزي لا تقل هذا. ماذا تتوقع منه وسنه 5 أشهر أن يستشهد بأبيات من T.S. إليوت؟ أظن هذه الألفاظ المشوهة التي تغرقينه في فيض منها ستلحق به الضرر، وهي خطرة وضارة جدا كما تعلمين. قد تؤدي فيما بعد إلى وقف نموه. ما هذا الهراء الذي تقوله؟ قبلني، أعطني قبلة كاملة. قبلة وليست تبلة. أعطني قبلة أخرى. لا. ولم لا؟ ما زال الوقت مبكرا جدا. أحيانا تبلغ بك الخشونة درجة مخيفة، حتى أعجب لما أحبك إلى هذا الحد. إلا أني أحبك وأنت تعلم هذا، وهو ما يضنيني. واليوم غمرتني ذكرى حبي العميق. أليس غريبا أن يتسرب إلي ويتغلغل في رويدا رويدا حتى يبلغ هذا المدى؟ وأنت، هل حدث لك مثل هذا أم كنت تكذب علي قبل أن نتزوج؟ كنت أكذب. والآن خذ الطفل وقولي له هلو مس ميتشل، تراجعين قوائم السبعات، ها؟ هل وقع اختيارك على شيء للغد؟ سارة. يا إلهي، هذا هو الميجور. اذهبي يا حبيبتي سريعا، فلو رأى الطفل لضعنا جميعا. سيظل ساعات يتحدث عن رعاية الأطفال في جزر بولينيزيا. حسن، هيا يا حبيبي، هيا مايكل تشارلز، هذا وقت الحمام، ومن ثم تذهب إلى فراشك. هذا أفضل؟ كثيرا. روبنز لصوت 33. مامي أخذتك من الحديقة الجميلة إلى هذا المكان الرديء المظلم. مامي شقية. ريد روبنز، سأذكر هذا رغم أنني لا أملك الكثير هذه الأيام كما تعلمين. إن أيام زمان حينما كنت آمر الحاجب في فندق وايتس بالتليفون أن يراهن لي على زوج من الخيل. يوم جميل، أليس كذلك؟ لا بأس. هلو ستراتون، ما زلت تذاكر؟ نعم يا عزيزي الميجور. لا أدري كيف تستطيع أن تمضي هكذا، حقيقة مجهود يستحق كل ثناء. أشكرك. طبعا عندما كنت في ساند هيرست، آسف، ينبغي ألا أعطلك، أليس كذلك؟ لا بالمرة. عندما كنت في ساند هيرست كنت أريد أن أقول إنني كنت أشبهك قليلا. ففي أوقات الفراغ وعندما كان الزملاء الآخرون يمرحون في المدينة
كنت أصعد إلى غرفتي وأذهب إلى المكتبة لألتهم الكتب كالمجنون. التاريخ العسكري، معارك العرب الكبرى، كلاوزفيتز، هذا النوع من الثقافة. كنت أستطيع يوما أن أحكي لك الكثير عن كلاوزفيتز. وأنت لا تستطيع الآن؟ لا، أخشى أن لا أستطيع. كل شيء يضيع وينسى كما تعلم، كل شيء. ومع ذلك فأنا لست آسفا على هذه الساعات التي ضاعت في الدراسة. كنت موفقا جدا في ساند هيرست. وهل فزت بسيف الشرف؟ ماذا؟ سيف الشرف؟ أوه، سيف الشرف! لا، ومع ذلك فقد اقتربت منه كثيرا، وكان ترتيبي في المقدمة. نعم، في المقدمة، وإن لم يصبني من هذا خير كثير فيما بعد، إلا إذا استثنينا تعييني أمينا على البلوك لتفوقي في الأعمال الكتابية. كان من السهل أن أرقى إلى رتبة أعلى كما يحدث دائما، إلا أنني رفضت، لأنني تصورت أنه إذا جاءت المتاعب فقد أصبح وراء خطوط القتال بأميال بعيدا عن الزملاء، كان غباء مني على ما أظن. ومن المرجح لو لم أفعل أن كنت قد بلغت رتبة الجنرال بمرتب كامل. كانت الترقية قليلة في فرقة الحرس الأسود، وكان من الأفضل أن أختار فرقة أخرى. نعم. استمر يا ولدي، استمر. آسف جدا إنني أتكلم كثيرا، هذا عيب المتقاعدين منا. أبدا 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 يا سيدي، إلا أنني سأستمر إذا لم يضايقك هذا. لدي الكثير لأعمله. هذا طيب، هذا طيب. سأتسلى بقراءة مجلة. هلو ميجر، وصلني الآن أمتع خطاب. اسمح لي، سأنصرف إلى غرفتي. أرجو ألا نكون قد أكرهناك على ترك لا لا الغرفة. لا لا لا. أستطيع أن أركز أكثر في غرفتي. ولكن لديك الطفل في الغرفة، أليس كذلك؟ نعم، ولكنه هادئ جدا، فهو لم يتعلم الكلام بعد. حسن، والآن يا مستر فلار، من أين جاءك هذا الخطاب؟ حب قديم؟ حب قديم؟ ليس عندي أي حب قديم، إنني أترك هذا لك. كنت موفقا جدا في هذا الميدان يوما ما، وفي الفصل كانوا يسمونني بولوك الثور، هو الثور الملكي. ومع ذلك فقد ذهبت هذه الأيام، ذهبت ولن تعود. أوهن فوغاسيس بوستومي. إهن فوغاسيس بوستومي. ألم يعلموك طريقة النطق الجديدة في ويلينغتون؟ لا، الطريقة القديمة. متى كنت في مدرسة ويلينغتون؟ الآن دعني أتذكر. لابد أنني كنت هناك سنة 18، فقد ذهبت. ولكنهم في هذا التاريخ كانوا يدرسون الطريقة الجديدة. هذا ما أعلمه، فقد كان أستاذ الأدب الكلاسيكي عندنا من خريجي ويلينغتون القدماء، وأنا أذكر تماما وبوضوح قوله لنا. ربما كانوا يدرسون بالطريقة الجديدة، وأنا نسيت. لم أكن ممتازا في اللغة اليونانية. اللغة اليونانية؟ هذه اللغة اللاتينية. هذا هوريس. طبعا هوريس. كم أنا غبي. حسنا، من أرسل إليك خطابك هذا؟ أحد الطلبة الذين كانوا في مدرستي، ولم أسمع عنه لمدة 10 سنوات. كان طالبا ممتازا وما زال موفقا، ولا أكاد أتصور كيف عرف أنني أقيم هنا. هذا فضل منه دون شك. وماذا حدث لتلميذك السابق الرسام؟ ما زلت أقرأ عنه في الصحف بين الحين والحين، إلا أنني لا أعرف الكثير عن أحواله الشخصية. انقطع الاتصال بيننا تقريبا. مساء الخير ميجر كورو. تمكنا من الحصول لك على نسخة من الويست هيمسفير ويكلي نيوز. مساء الخير مس كوبر. ذهب جو إلى 3 أماكن مختلفة قبل أن يجد نسخة منها. أشكرك كثيرا. ولما اهتمامك بها إلى هذا الحد؟ أردت أن ألقي عليها نظرة، فالغريب أنني لم أقرأها قط، رغم أنني ما زلت أقيم هنا منذ كم تظنين؟ 4 سنوات؟ ليس غريبا أبدا، ليس بها أي شيء إلا مخالفات السيارات ومعارض الماشية. حسنا، شكرا. مس كوبر، وصلني خطاب رائع حقا.
من شخص لم أسمع عنه ولم أره منذ أكثر من 10 سنوات. ما أجمل هذا. سأكتب إليه أدعوه للإقامة معنا يوما أو يومين، ومن المفهوم والمرجح أنه سيعتذر، ولكن في حالة قبوله الدعوة هل ستكون الغرفة خالية؟ ليس الآن، لدينا الكثير من الرواد العابرين، ولكن في نهاية سبتمبر. حسن، سأدعوه لزيارتنا في هذا الموعد إذن. يا للسماء، لقد نشر الخبر. ميجر، أنت كنت في فرقة الهايلاند في العالمين، أليس كذلك؟ ماذا؟ لا، لم أكن في فرقة الهايلاند. ظننتك كنت فيها. لم أقل هذا قط. سألتك لأن هذا الولد ماكلاود، فهذا اسمه جيمس أو جون ماكلاود أيا كان، فقد كانوا يسمونه في المدرسة كيرلي، يقول في خطابه إنه كان في فرقة الهايلاند. ظننتك التقيت به بشكل ما. ماكلاود؟ لا، لم ألتقي به. حسنا، طبعا من المستبعد جدا أن تلتقي به، إلا أن هذا قد يحدث. يا إلهي كيرلي ماكلاود هذا استطاع مرة أن ينطق كلمة كاملة في درس اللغة اليونانية. ميجر بولوك. نعم يا مس كوبر. جريدة مملة بالتأكيد. ماذا؟ هذه الجريدة لا أظن أن قراءها كثيرون، أليس كذلك؟ لا يقرأها إلا أهل المنطقة، المزارعون ووكلاء العقارات وأشباههم. لم أسمع قط أن أحدا من المقيمين في الفندق يقرأها، أليس كذلك؟ لا، مسز ريلتون بيل تقرأها كل أسبوع. تقرأها؟ لماذا؟ لا أدري، لا تحب أن يفوتها شيء مما يحدث في العالم أو حتى في هذه البقعة الهادئة، وهي تستطيع أن تدفع 4 بنسات مقابل ما تقرأ. نعم، هذا ما أظنه، إلا أنني لم أرها تقرأها قط. يصلها الكثير من المطبوعات في البريد وهي لا تقرأها أبدا. ومعظم ما تراه على هذه المنضدة من صحف خاص بها. نعم، أنا أعلم هذا. إذن ستصلها نسختها اليوم، أليس كذلك؟ نعم. حماقة. ذهبت وبددت 4 بنسات دون فائدة. أقصد كنت أستطيع أن أستعير نسختها. ماجر، أعددت لك شريحة لحم لغداء الغد، ولكن أرجوك أن تبقي هذا سرا. نعم، طبعا مس كوبر، أشكرك كثيرا. لابد أن أخفي هذه الصفحة. ترى أين النسخة الأخرى؟ أين النسخة الأخرى من هذه الجريدة؟ نسخة مسز ريلتون بيل. إن كان هذا ما تعنيه فقد كان ينبغي عليك أن تقولي. عزيزتي، أتمنى أن تتعلمي كيف تعتنين بنفسك بطريقة أفضل قليلا. مساء الخير ميجر بولوك. مساء الخير مسز ريلتون بيل. مساء الخير مس ريلتون بيل. آسف جدا، كنت ألقي نظرة على نسختك، أرجو أن أستعيرها لحظات، ثمة شيء فيها أريد أن أقرأه. حسن جدا، فقط أرجوك أن تعيدها. طبعا. وما هذا على الأرض؟ هذه نسخة أخرى من نفس الصحيفة. ويست هيمسفير ويكلي نيوز. نعم. عجيب. كانت هنا على الأرض. لابد أن واحدا من الرواد الجدد. على كل حال يحسن بك أن تأخذها وتتركني نسختي. ألا تظنين ربما أن من ألقاها لقد ألقيت على الأرض، وهذا يؤكد أنها قرأت. أرجوك أعطيني نسختي. حسن، سأضعها مع المجلات الأخرى. أظنني سأخرج لأتمشى قليلا. ميجر بولوك، ألست في حاجة لزميل في نزهتك؟ لم أخرج لنزهتي القصيرة بعد. حسن، اقتراح جميل مس سيبل، إلا أنني ذاهب لزيارة صديق. طبعا، آسفة جدا. لا، أنا الذي يجب أن يأسف. حسن، إلى اللقاء على العشاء. تشيري باي.
كم أتمنى أن يكف عن استعمال هذا التعبير المنفر. طريقة سوقية جدا. على كل حال هو نفسه سوقي. أوه لا يا ماما، هل تظنينه كذلك؟ كان في فرقة ممتازة جدا. يستطيع أن يكون في فرسان الحرس ومع ذلك يظل سوقيا. ابنتي، هل يزعجك أن تهمس أمك دون كياسة بكلمة صغيرة في أذنك؟ لا يا ماما. عزيزتي، لم تكوني حكيمة جدا عندما عرضت نفسك بهذه الصراحة منذ لحظات على هذا الكاذب، أليس كذلك؟ ماما، ليس كاذبا، وأنا متأكدة أنه كان ذاهبا فعلا لزيارة صديق. وأنا كثيرا ما أذهب لأتمشى مع الماجر. عزيزتي، أنا أعلم هذا وأكثر من هذا. كثير من الناس شاهدوكما سويا. أنت لا تقصدين، أنت لا يمكن أن تعني. كيف يبلغ بالناس السوء هذا الحد؟ عزيزتي، لا يمكن توجيه اللوم إلى الناس بشكل خاص عندما تسعى فتاة غير مرتبطة وراء صحبة رجل جذاب أكبر منها سنا يظنون أنني أطارده، أليس كذلك؟ إنهم يظنون أنني أجري وراءه، يظنون أنني أريد، يظنون أنني... لا، هذا فظيع. نعم فظيع. عزيزتي اهدئي، احذري أن تحدث لك إحدى أزماتك العصبية. لا، إنني بخير يا ماما، أنا لست في أزمة عصبية. حسنا، إنه لأمر كريه أن يصدق الناس أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث. إنني أكره هذا الجانب من الحياة، أكرهه. وأنا أعلم أنك تكرهينه، إلا أنه واقع وسيظل واقعا رغم كراهيتك له. وينبغي أن يكون الإنسان في غاية الحذر في هذا العالم حتى لا يكون الناس عنه فكرة خاطئة. عزيزتي، هل أنت أهدأ الآن؟ نعم يا ماما. حسن، يجب ألا تدعي مثل هذه الأمور تستثيرك كثيرا. كل ما أفعله هو أنني أذهب لأتمشى مع الميجر، لأنني أحب أن أستمع إليه، أحب قصصه عن لندن وعن الفرقة التي كان يعمل فيها. حسنا، لقد رأى من الحياة الكثير بينما لم أرى شيئا. عزيزتي، أنا لا أفهم ما ترمين إليه بالتأكيد. كنت أقصد أنني... طبعا أنا أدرك أنك تفتقدين بين الحين والحين بعض متع الحياة، حفلات الرقص، ندوات الكوكتيل، والأشياء الأخرى التي يستمتع بها عدد قليل من الشباب المحظوظ. وأنا أؤكد لك يا عزيزتي أنها لو كانت في إمكاني لقدمتها لك، وأنا أبذل لك أقصى ما أستطيع، وأنت تعلمين هذا. ماما، أنا أعلم هذا. ذهبنا إلى روما في العام الماضي، وفي العام الأسبق ذهبنا إلى السويد والنرويج. أنا أعلم يا ماما، أنا أعلم. لا تظنينني ناكرة للجميل. أرجوك فقط ماذا يا عزيزتي؟ فقط ألا أستطيع أن أجد عملا؟ لقد بلغت 33. الآن يا عزيزتي، لقد تحدثنا في هذا مرارا. يا طفلتي العزيزة، لن تحتملي أي عمل أكثر من أسبوع. هل تذكرين محل جونز وجونز؟ ولكن هذا حدث لأنه كان علي أن أعمل في الطابق الأرضي، وكنت أحس بالاختناق والدوار. لابد أن هناك فرصا أخرى بالتأكيد. عزيزتي، لست قوية بما فيه الكفاية. يجب أن تدخل هذه الحقيقة رأسك وتقتنعي بها. جهازك العصبي ليس سليما كما ينبغي. تقصدين أزمات العصبية؟ ولكن لم تحدث لي أزمة منذ زمن طويل. لا، أنت في أحسن حال، أنت في حالة طيبة جدا بالفعل. ولكن هناك فارق كبير جدا بين ألا تصيبك أزمات هستيرية وبين أن تكوني قوية إلى درجة القيام بعمل منتظم. أعطني هذه الصحيفة أرجوك. أيها. هو استهام سفير ويكلي نيوز. أريد أن أرى ما أثار اهتمام الميجر إلى هذا الحد. أوه، أين نظارتي؟ أين النظارة؟ أوه، يا للخيبة. ذهبت وتركت نظارتي وكتابي في مكان جلوسنا عند آخر طريق راغوزا. أرجو ألا تكون قد سرقت، ولكني أتوقع أن يكون هذا مصيرها. والآن يا عزيزتي، ألا يبين لك هذا مدى حاجتي واعتمادي عليك؟
لو لم يصبك هذا الصداع وكنت في صحبتي عصر اليوم لما ضاعت نظارتي. سأذهب للبحث عنه. عزيزتي، هل تسمحين؟ هذا منتهى الرقة منك. إنني أكره أن أدعك تبحثين لي عن حاجتي وتحملينها إلي، إلا أن ساقي العجوزتين متعبتان قليلا. كنت جالسة في آخر الطريق في مواجهة البحر حيث نجلس عادة. عرفت. نعم. ترى ما الذي أثار اهتمام الميجر إلى هذا الحد؟ لا بد أن هذا هو الخبر. ولكني لا أستطيع أن أتبين الحروف بوضوح. هلو، هذا موعد شريط الأنباء في الإذاعة. جلاديس، معك نظارتك؟ نعم، أظنها معي. نعم، ها هي. إذن اقرأي لي هذا. أين يا عزيزتي؟ هنا. سائق لوري يفقد رخصته؟ لا، ضابط سابق تحت المراقبة. أوه نعم، ضابط سابق تحت المراقبة. نعم. عمل فاضح في سينما. أوه عزيزاتي، هل تريدين حقا أن تسمعي هذا؟ نعم، أريد. اقرأي. حسنا. يوم الخميس الماضي وأمام محكمة بورموث احترف ديفيد أنغاس بولوك 55 سنة والمقيم في فندق بورغار بناحية مورغان كريسنت ميجر بولوك. اقرأي. حسن. اعترف بجريمته في الاتهام الموجه إليه بالسلوك الفاضح في سينما بورموث. أوه يا إلهي. اقرأي. وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها ميسيس أوسبورن 43 سنة المقيمة برقم 4 ستيدلاند رود. لابد أنه كان سكرانا. لا، إنه لا يشرب الخمر. لعله شرب ليلة الحادث فقط. لا، اقرأي فقط. وأدلت ميسيس أوسبورن بشهادتها فقالت إن بولوك وقد كان جالسا بجوارها داوم على ملامسة ذراعها، ثم حاول بعد ذلك أن يتمادى. وكنتيجة لهذا أخلت مكانها وأبلغت إحدى عاملات السينما. وأدلى المفتش فرانكين بشهادته فقال إنه بناء على دعوة تليفونية من مدير السينما وضع بولوك تحت المراقبة من 53:50 مساء إلى 7:10. وفي هذه المدة شوهد بولوك وهو يغير مقعده في السينما لا أقل من 5 مرات، وفي كل مرة كان يختار مقعدا تجلس بجواره أنثى. وقد أقر الشاهد بأنه لم تقدم شكايات أخرى، إلا أنه قال إن هذا ليس أمرا مستغربا في مثل هذه الأحوال. وعند مغادرة بولوك للسينما ألقي القبض عليه، وبعد أن وجه إليه الاتهام قال للضابط: لقد ارتكبت خطأ فظيعا وألقيت الاتهام على رجل بريء. لم أقضي في السينما إلا نصف ساعة وأنا ضابط كبير في الحرس الاسكتلندي. ولكنه وقع بعد ذلك على اعتراف. وقال مستر ويليام كرودر محامي المتهم إن المتهم يصاب باضطرابات عقلية مفاجئة قصيرة، وعبر عن أسف المتهم البالغ وشعوره بالعار الشديد مما ارتكبه، وهو يتعهد أن لا يسلك قط في المستقبل هذا السلوك الغبي الخالي من اللياقة والآداب العامة. وطلب المحامي أن يؤخذ ماضي المتهم النظيف في الاعتبار، فقد تطوع في الجيش سنة 1925 ثم رقي من الصفوف سنة 1939 إلى رتبة الملازم الشرفية في فرقة الخدمة الملكية. وخلال الحرب تولى منصبا مسؤولا في إدارة أحد مخازن تموين الجيش في جزيرة أوركني، ولقد صرح عام 1946 برتبة ملازم. اقرأي. وعندما نطق القاضي بحكمه قال موجها حديثه إلى بولوك: لقد تصرفت بطريقة تثير الاشمئزاز، ولكن لما يبدو من أن سلوكك هذا كان للمرة الأولى فإننا نفضل أن نعاملك برأفة. وقد وضع المتهم تحت المراقبة لمدة 12 شهرا. أوه يا إلهي. اليوم الخميس، لا بد أن هذا حدث يوم الأربعاء. أتذكرين؟ تخلف عن العشاء ليلة الأربعاء. حقا؟ أوه نعم فعلا. أوه عزيزتي،
هذا بشع جدا، لا أستطيع أن أصدق، ولكنها الحقيقة، ويا لها من حقيقة كريهة. نعم نعم، يوم الخميس كان عصبيا ومكتئبا إلى أقصى حد. أذكر هذا الآن. ثم جاء يوم الجمعة فإذا به فجأة منشرحا لامعا. طبعا قرأ الصحف الصباحية ولم يجد شيئا عن الحادث، فتصور أن فضيحته ستبقى مكتومة. كم كنت محظوظة يوم اشتركت في هذه المجلة. محظوظة؟ وتسمين هذا حظا سعيدا؟ طبعا طبعا، وإلا ما كنا عرفنا قط. ألم يكن هذا أفضل؟ جلاديس، ماذا تقولين؟ لا أدري. أوه يا إلهي، إنني مضطربة ولا أدري ماذا أقول. لا طبعا، لم يكن من الأفضل أن لا نعرف، وأظن أنه ينبغي أن نعرف مثل هذه الأمور، رغم أنني في بعض الأحيان لا أدري السبب. لأنه إذا كان ثمة كذابا أو لصا محتالا أو لا أستطيع أن أنطق الكلمة المناسبة. إذا كان يمرح بيننا دون أن يتشكك في حقيقته أحد، فإنه من الممكن أن يقع أبشع ما تتصورين من الأحداث. لقد عاش معنا 4 سنوات ولم يحدث أي شيء حتى الآن. تقدمت بنا السن كثيرا على ما أظن. عزيزتي، عندي ابنتي كما تعلمين. سيبل المسكينة. نعم، وهما صديقان أليس كذلك؟ بالضبط. يا إلهي. عزيزتي مود، عزيزتي مود، هذا ليس من شؤوني، وأنا أعلم أنه يجب عليك أن تحمي ابنتك. إنني أدرك هذا، ومع ذلك حسنا، إنها فتاة غريبة الأطوار جدا، خجول، سريعة التأثر، وما زالت دون سنها في كثير من الأمور. جلاديس، ادخلي في الموضوع مباشرة. سأفعل. هذا ما أريد أن أقوله. لا أعتقد أن عليك أن تخبريها. لا أخبرها؟ لا تخبريها بالحقيقة كلها. لا تخبريها عن التفاصيل. قولي عنه إنه نصاب مخادع، ولكن لا تقولي أن... أرجوك يا مود، لا تتحدثي عما وقع في السينما. يا إلهي، لا أدري كيف أستطيع أن أنظر إلى وجهه عندما أراه. ليس عليك أن تفعلي يا عزيزتي. سأذهب إلى مس كوبر وسأصر على أن يغادر هذا الفندق الليلة قبل العشاء. هل من الضروري أن تفعلي هذا؟ جلاديس، ماذا حدث لك؟ طبعا يجب علي أن أفعل. ولكنك تعرفين طباع مس كوبر، أحيانا يركبها العناد والاعتداد بالرأي إلى أقصى حد. ربما لا توافق. ستوافق طبعا، عليها أن توافق إذا أصررنا جميعا. ولكن لا نصر جميعا. أقصد نحن الاثنتين فقط من هذا الرأي. ألا يحسن أولا أن نستشير الآخرين؟ يا إلهي، هذا يستلزم طبعا أن نقول لهم، أليس كذلك؟ جلاديس، فكرة رائعة. أين مستر فاولر؟ أظنه في غرفته. والشاب وزوجته، هل ندعوهما؟ يجب أن نعتبرهما من الآن من الرواد الدائمين، أليس كذلك؟ نعم، سندعوهما كذلك. عزيزتي، إنني أكره الغيبة. الغيبة؟ ولكن القصة قيلت بالفعل، وقد قيلت للعالم كله، بالتحديد لهذه المنطقة الصغيرة. جلاديس، كفى سرسرة. مس ميتشوم في الحديقة. لا أظننا في حاجة لدعوة مس ميتشوم، إنها غريبة الأطوار، ولا ندري كيف يكون موقفها، وهي تزداد شذوذا واضطرابا يوما بعد يوم. هذه سيبل القادمة. عزيزتي جلاديس، اذهبي أنت لدعوة الآخرين، سأتفاهم أنا مع ابنتي. مود، أرجوك ألا لا تنسي ما قلته لك. طبعا، اذهبي يا جلاديس، اذهبي. سيبل، هل وجدت نظارتي؟ نعم يا ماما. عزيزتي، أظن أنه يحسن بك الذهاب إلى غرفتك إذا لما لماذا يا ماما؟ سنعقد اجتماعا من الرواد الدائمين لمناقشة موضوع مفاجئ عاجل جدا. يا له من شيء مثير. ألا أستطيع البقاء هنا؟ وعلى كل فأنا كذلك أحد المقيمين الدائمين. أعلم هذا يا عزيزتي، ولكنني أشك فيما إذا كان موضوع المناقشة يناسبك تماما. لماذا يا ماما؟ ما هو الموضوع؟ عزيزتي، يا لك من طفلة فضولية. حسن جدا،
سأقول لك هذا وهذا فقط. سنناقش ما إذا كان علينا أن نخبر مس كوبر أن عليها أن تطلب من ميجر بولوك أن يغادر هذا الفندق وألا يعود إليه قط. ماذا؟ لا أكاد أفهم. لماذا يا ماما؟ ماما، قولي لي لماذا؟ عزيزتي، لا أستطيع. قد يزعجك كثيرا أن تعرفي، ولكن يجب أن أعرف ماذا فعل. هل تصرين حقا؟ نعم أصر. حتى بعد تحذير الشديد؟ نعم. حسن جدا يا عزيزتي، لم يعد لي ثمة اختيار. خذي الجريدة، اقرأي العمود الأوسط في منتصف الصفحة: ضابط سابق تحت المراقبة. أي لا، ليس صحيحا. أوه مود، لما أخبرتها؟ بذلت كل ما أستطيع ولكنها أصرت إلى أقصى حد. سيبل، إنني آسفة جدا يا عزيزتي. صدمة بشعة جدا دون شك. كانت كذلك بالنسبة لنا أيضا. عزيزتي ابنتي، هل أنت بخير؟ سيبل، هل أنت بخير؟ نعم يا ماما. مسز بيلتونبيل، ماذا هناك؟ يجب أن أعود سريعا إلى الطفل. لن أبقيك إلا قليلا. اجلسي. سيبل، ماذا فعلت؟ انظري، لقد حطمت نظارتك. أوه، يا ما للغباء. هذا؟ لقد جرحت يدك، أليس كذلك؟ لا. نعم جرحتها، أريني. لا، جرح بسيط، لا شظايا. خذي منديلي هذا، إنه نظيف تماما. سأضع لك فيما بعد صبغة يود وألصق لك الجرح. مستر فاولر، تفضل. والآن يمكن أن نبدأ. فالزوجان الشابان على عجل. لدي أخبار خطيرة جدا تهمكم جميعا. هل تعطل السخان مرة أخرى؟ لا. كم أتمنى أن يكون الأمر بهذه التفاهة. لا أعتبر الحلاقة بالماء البارد العكر أمرا تافها. مستر ستراتون، أرجوك. هل رفعوا الأسعار مرة أخرى؟ لا، أخباري أشد خطورة من هذا أيضا. لا أدري ماذا يمكن أن يكون أشد خطورة من هذا. الأخبار التي سأعلنها لك. ميسيس ريلتونبيل، هل علينا أن نلعب الآن لعبة 20 سؤالا؟ هل تستطيعين أن تقولي لنا الأمر باختصار؟ إنني أتردد لأن الموضوع مؤلم ومحرج إلى درجة أنني أجد صعوبة كبرى في اختيار الألفاظ المناسبة. ومع ذلك فإن أردتم الحقيقة عارية فها هي. ميجر بولوك، وهو ليس ميجر على الإطلاق ولكن مجرد ملازم، رقي من الصفوف في فرقة خدمة الجيش الملكية. يا للسماء، كنت أشعر بذلك. عرفت دائما أن حكاية ساندهيرست والحرس الأسود أكذوبة. جين، ألم أقل لك؟ نعم قلت، ولكني أنا قلتها قبلك ليلة أن اصطنعت ضجة حول المائدة. وأنا لابد أن أعترف أنني تلمست دائما أثر المدارس العامة التي تلقى فيها تعليما. أقصد لقد ارتكب اليوم أشنع غلطة حينما استشهد بعبارة لهوريس، غلطة صارخة. أيها السيدات والسادة، أرجوكم، ليس هذا مدار البحث. ما زالت الحقيقة الكريهة البشعة تنتظر. لقد ثبتت جريمته. اعترف بجريمته يا مود. غلاديس، أرجوكي، ثبت أو اعترف بجريمته سيان. لا أستطيع أن أدرك أهمية هذا بالنسبة للسلوك الشائن تجاه لا أقل من 6 سيدات محترمات في إحدى دور السينما ببورموس. ماذا؟ يا إله السماوات، أية قدرة! مود، حقيقة ينبغي أن أصحح هذا. نحن لا نعلم إلا أن إحداهن فقط محترمة، وهي التي تقدمت بشكايتها، وحتى هذه تبدو غريبة قليلا في تصرفها. لما لم تقل بوضوح للميجر أرجو أن تكف عما تفعله؟ هذا ما كنت أفعله لو كنت مكانها. أما ال5 الأخريات فنحن لا نعرف شيئا عنهن على الإطلاق. نحن لا نعرف حتى إذا كان ضايقهن أم لا. طبعا ضايقهن. لقد ذهب إلى السينما بقصد شائن غير أخلاقي. لقد اعترف بهذا.
وقد شوهد وهو يغير مقعده 5 مرات، مختارا في كل مرة مكانا بجوار سيده. وهذا يعني أنه استخدم ذراعيه 10 مرات، أليس كذلك؟ 11 مرة بإضافة السيدة الأولى، أو 12 على فرض أن حقا يبدو أننا سنفقد نقطة البحث الأساسية في هذا الفيض من التفاهات. نقطة البحث هي أن هذا الميجور المزعوم قد اعترف بارتكابه عملا علنيا فاضحا مثيرا للاشمئزاز، وأنا أريد أن أعرف ما العمل الذي ينبغي علينا نحن المقيمين الدائمين اتخاذه. مسز ريلتون بيل، ماذا تقترحين؟ أقترح أن أطالب نيابة عنكم مس كوبر بأن تأمره بترك الفندق اليوم. لا. مستر ستراتون، هل توافق؟ نعم، لا أوافق. أرجوك ألا تعتبري هذا استخفافا مني بالموضوع. إنما ارتكبه، إذا كان قد ارتكبه، يبدو لي بشعا ومنفرا، وقد كرهت دائما هذه الأساليب الملتوية الماكرة للتعبير الجنسي. وأنا عاطفيا أقف في صفك تماما، ولكنني لست في صفك إذا عدت إلى العقل والمنطق. مستر ستراتون، أتلقي علينا خطبة؟ إذا كان الأمر كذلك فلعلك تود أن تقف هناك وتلقي علينا خطابك. لا، إنني راض عن مكاني هنا، أشكرك. ثم أنا لا ألقي عليكم خطابا. كل ما قلته هو أن كراهيتي لجريمة الميجور إنما تنبع من أسباب عاطفية وليست من مبررات منطقية، وعجزي عن تفهم هذه الجريمة هو قصور مني. أنا أعتقد أن الميجور يتفهم طريقتي في ممارسة الحب، وكان ينبغي علي أنا أن أتفهم كذلك طريقته، إلا أنني لا أفعل، ولذلك فأنا بالضرورة منحاز ضده، ويجب أن أكون حذرا تماما من إصدار أي حكم أخلاقي في الموضوع. ومن العدل فقط ألا نناقش الموضوع إلا بعقلية المنطق الخالصة النابعة من مثل الحياة الدينية. وأنا أسأل نفسي هذا السؤال: ما الضرر الذي أحدثه هذا الرجل؟ حسن، إذا استثنينا الألم الطفيف الذي يكون قد أحدثه لذراع سيدة، نجد دوافعها للتقدم بشكاياتها كما تقول ليدي ماتيسون محل ريبة كاملة. إذا استثنينا هذا واستثنينا الأكاذيب القليلة المثيرة للرثاء التي رواها عن حياته السابقة، الأمر الذي يفعله أغلبنا بين الحين والحين، إذا استثنينا هذا فإنني لا أستطيع أن أجد بالفعل أنه ارتكب شيئا يبرر قذفنا به إلى الشارع. أنا لا أوافق على الإطلاق، وأنا أشعر بالاشمئزاز مما فعله، وأشعر أنني على حق عندما يغلبني هذا الشعور، ولا أعتبر نفسي أبدا متحيزة ضده. وهؤلاء الذين يسلكون هذا السلوك يمثلون خطرا عاما ويستحقون أي عقاب يوقع عليهم. جين، حماسك هذا يثير الريب، وينبغي أن أعرضك على طبيب نفسي. لا، إنه منطقي تماما. افترض أن ابنتك أعرف، وأفترض أنها خلال 20 أو 30 عاما جلست بالصدفة في السينما بجوار شخص مثل ميجر بولوك. بالضبط. وليس هذا مجالا للهزل. كيف يكون شعورك؟ سأخجل منها تماما إن لم تستخدم مرفقيها بكل عنف ولكزته في المكان الذي يؤلمه تماما. شارلز، لا أظن هذا إلا شيئا بشعا. أرجوكم، ليست هذه مناقشة خاصة بينكما. مستر ستراتون، أرى أنك ضد اتخاذ أي إجراء في هذا الموضوع. نعم. من أي نوع على الإطلاق؟ نعم. حتى ولا مجرد احتجاج؟ قد ألقي عليه نظرة عتاب ساعة العشاء. وأنت مسز ستراتون، أعتقد أنك متفقة معي على ضرورة الذهاب إلى ميس كوبر. نعم تماما. يا عدوة الثقافة، يا حارقة الكتب. وما علاقة الثقافة والكتب بهذا الموضوع؟ كل العلاقة. هدوءا يا سادة. مستر فاولر، ما رأيك؟ حسنا، هذا أمر صعب جدا. لا أستطيع أن أقول إنني متفق مع مستر ستراتون. هذه آراء عصرية، وأنا أعلم أنه لا يمكن اعتبار أي سلوك آثما حقا إن لم يلحق ضررا فعليا محددا بإنسان آخر. ولكني لا أتفق مع مستر ستراتون عندما يزعم أن هذا من المثل العليا الدينية. فالمسيحية بالتأكيد تذهب إلى مدى أبعد من هذا. بعض الأعمال خاطئة لأنها في حد ذاتها دنسة منافية للأخلاق، ويبدو لي أن هذه الموجة العاتية من الجريمة والجنس التي فاضت على هذه البلاد منذ الحرب قد تعود جزئيا
إلى أفول المقاييس الأخلاقية القديمة التي تبدو للأجيال الجديدة عاطفية وخالية من المنطق. وكما تعلمون التساهل ليس بالضرورة عملا طيبا دائما. التساهل مع الشر هو نفسه شر. أليس أرسطو هو الذي حقا قال؟ لقد تكلمتم كثيرا جدا، وعندما تبدأون في الاستشهاد بأرسطو أرى أن أعود إلى غرفتي. مس ماتشم، هل سمعتي؟ استمعت مكرهة، لم أكن أريد أن أسمع شيئا. كنت جالسة في الشمس ولم أرى أن أنقل مقعدي إلى الظل إرضاء لكم. حسن، طالما أنك تعرفين كل الحقائق فإننا نود أن نعرف رأيك. لا رأي لي. لابد أن يكون لك رأي. أي رأي؟ ولماذا؟ خرجت من العالم قبلكم جميعا بزمن طويل، فماذا أعلم عن الأخلاقيات والمثل؟ وحيث أنني لا أقرأ إلا الروايات المثيرة فهي لا تحوي إلا القليل منها، وما فعله الميجر أقل بكثير مما يفعله البطل في أي رواية منها، ويبدو أن أحدا لا يغضب منه. مس ماتشم، ليس ما يرتكبه أبطال الروايات مع فتياتهم محل بحثنا. نحن نريد أن نعرف وجهة نظرك عن ميجر بولك. حقا؟ حسنا، لقد اعتبرت الميجر بولك دائما عجوزا مملا فظيعا وكذابا لئيما، وأنا أسمع الآن أنه عجوز قذر أيضا. حسن، لا يدهشني هذا قط، وبيني وبينكم أيها السادة لا يساوي الأمر كله بالنسبة لي جناح بعوضة. عن إذنكم. مستر فاولر، أعتقد أنك تؤيد قيامنا بإجراء مناسب. مرة أوصيت بطرد تلميذ من المدرسة، مرة واحدة خلال 15 سنة كنت فيها ناظرا، ولقد شقيت بهذا القرار كثيرا وبعمق، إلا أن الأحداث أثبتت أنني كنت على حق. كان تلميذا سيئا، صار فيما بعد لصا وبلطجيا، حدثت له أشياء بشعة. يا للولد المسكين، كانت له طريقته. هل تؤيد القيام بإجراء؟ نعم، أظن ذلك. نعم، أنا أؤيدك. وأنت كلاديز؟ عزيزتي، لست في حاجة لإلقاء خطاب كالآخرين. عليك فقط أن تقولي نعم أم لا. لست أدري. كلاديز، لا تكتري الألفاظ. أنت تعرفين تماما شعورك نحو موجة الإثم التي تغرق البلاد، وأنت نفسك قلت لي كثيرا إنه ينبغي سجن أمثال هؤلاء الآثمين. يا للسماء. جلاديس، بحق السماء قرري موقفك. ما سمعت في حياتي قط محاولة كهذه لإملاء إجابة معينة على الآخرين. مسز ريلتون بيل، في استطاعة السيناتور ماكارثي أن يفيد من مواهبه. أرجوك جلاديس، ما رأيك؟ إنني طبعا في صف مستر ستراتون، باستثناء مس ميتشم التي يمكن اعتبارها على الحياد، فإن نتيجة التصويت هي 5-1. 5-1؟ نعم، ابنتي طبعا تؤيدني. كيف عرفت ذلك؟ أعرف مشاعرها حول هذا الموضوع. هل لنا أن نسمع ذلك منها؟ مس ريلتون بيل، هل لنا أن نستمع إلى رأيك؟ عزيزتي، مستر ستراتون يوجه إليك سؤالا. نعم يا ماما. هل لنا أن نستمع إلى رأيك؟ رأيي؟ نعم، رأيك في ميجر بولك. ما الإجراء الذي يجب أن نتخذه ضده؟ صدمتها الحادثة. عزيزتي، أنت تعرفين ما قرأته الآن في الجريدة، ما رأيك فيه؟ لقد أثارت اشمئزازي. طبعا هذا ما شعرنا به جميعا. أثارت اشمئزازي. نعم يا عزيزتي، نعم. لا تثوري. ماما، أنا متعبة، أريد أن أذهب لأستريح. طبعا يا عزيزتي، طبعا. ونحن نستطيع أن نذهب إلى غرفة المكتب، فهناك أريكة مريحة تماما، وما من أحد يذهب إلى هذه الغرفة. هيا ولا تثوري أو تضطربي. حاولي أن تنسي كل هذا الموضوع العفن. أعتقد أنه لم يحدث قط.
أعتقد أنه لم يوجد قط إنسان اسمه ميجر بولوك. هذه هي الطريقة. كان ينبغي عليها ألا تحدثها عن الموضوع بهذه الطريقة. يا لها من غلطة. أوافقك. إذا جنت هذه الفتاة في النهاية فستكون أمها هي السبب. مستر ستراتون، يجب أن أوضح لك أنني لم أكن أقصد ذلك. لقد شوهت المعنى الذي كنت أقصده. لقد قلت غلطة وليس من حقك لا ليس من حقي. أنا آسف. الرأي الذي أبديته يعود إلي بكامله. كان خطأ منك أن تسألها عن رأيها. كانت على ما يبدو جالسة بهدوء تستمع إلى ما يقال، وما كان في استطاعتي أن أعلم أنها في حالة هستيرية عنيفة مكبوتة. كان في استطاعتي أن أقدر هذا، إلا أنني حاولت بغباء وبقصد حسن أن أغريها ولو مرة واحدة فقط في حياتها كلها على الاختلاف مع أمها علنا. لو فعلت لأنقذت روحها. ماذا؟ الروح؟ مستر ستراتون، لم أكن أعرف أن علم النفس العلاجي يعترف بكلمة قديمة وذات طابع عاطفي ككلمة الروح. مستر فاولر، عندما تقرأ كلمة روح ضع مكانها كلمة عقل، ويوما ما عندما تجد 10 دقائق فراغا اشرح لي الفرق بين الاثنين. سأفعل. إن كلمة الروح ليس الآن. قد يخلط علي شرحك دراساتي في التشريح. جين، هل ستأتين معي؟ لا أدري ماذا أصابك. تشارلز، أنت الليلة في غاية الادعاء والخشونة. سامحيني. أطش صوابي أن أجد نفسي في صف أقلية عدد أفرادها واحد، وفي مسألة تتصل بالإنسانية العريضة. خطيئة الكبرياء الروحية، أليس كذلك مستر فاولر؟ أجهد نفسه كثيرا في العمل، وغدا سيتغير رأيه حول هذا الموضوع. دعوا هذا لي. لقد أصبحت في حالة طيبة، وهي تفيق دائما من هذه الأزمات العصبية الصغيرة بسرعة كبيرة. إنها ترتاح في غرفة المكتب. هذا حسن. مسز ريتنبيل، كنت أعتذر عن سلوك زوجي. شكرا يا عزيزتي. وما أقوله دائما إن من حق كل منا أن يحتفظ بآرائه ويعبر عنها مهما كانت أحيانا غريبة أو خطرة أو منافية للذوق. والآن هل نذهب جميعا إلى ميس كوبر أم تنيبوني للكلام باسمكم؟ أعتقد أنك إذا ذهبت أنت يا عزيزتي. لا أرى أن يذهب وفد. نحن ننيبك للحديث باسمنا. حسن جدا، حسن. أرجو أن تدركوا أنني أحمل عنكم واجبا لا يسرني. لا أرى فيما تقول تعبيرا صادقا تماما عن نفسها. ما رأيك ليدي ماثيسون؟ حسن، مهما كان الأمر فإن القيام بالواجب قد يكون مصدر متعة لبعض الناس، أليس كذلك؟ أما بالنسبة لي فما كان الأمر كذلك أبدا، ولكنني ضعيفة جدا ولا أدرك مثل هذه الأمور. أما أنا فأستمتع تماما بالقيام بالواجب في مثل هذه الحالة. العجوز الفظيع. أرجو ألا يكون الطفل قد تيقظ. اسمحوا لي. فتاة صغيرة حمقاء، هذا رأيي فيها. ما أكثر الحمقى من الشباب هذه الأيام. من الشباب وحدهم؟ نعم. يا للمسألة الكريهة، لقد أتعستني تماما. وأنا كذلك أحس بشيء من الأسى. إن مأساة الوقوف بجانب الحق كما يراه الإنسان هي في أن يجد نفسه أحيانا في صف حلفاء جد مريبين. هيا بنا إلى التلفزيون لنريح رؤوسنا من هذه المشكلة. نعم، فكرة طيبة. لعل شريط الأنباء أوشك أن ينتهي، وسيأتي بعده فيليب هاربين اللطيف. من أسف أنني لن أجد الفرصة قط لعمل إحدى وصفاته. موافق. إننا نحتمل العذابات الهائلة كتنتالوس الإغريقي لنحس بالمتعة الكبرى. أليس هذا ما يسمونه الآن بالماثوشيزم؟ شكرا لله، لا أحد. أستطيع الآن إخفاء صحتها.
لقد اختفت، لا أثر لها هنا. أوه سيبل، مس ريلتون بيل، مساء الخير، كيف حالك مع الدنيا؟ هل كنت تبحث عن صحيفة أمي؟ ماذا لا؟ طبعا لا، عندي النسخة الأخرى. أرجوك كفى تظاهرا، لقد قرأتها. وهل أطلعتك عليها؟ نعم. أوه. وكل الآخرين. ومس كوبر كذلك؟ ذهبت ماما لتخبرها. هذا إذن ما حدث؟ نعم. يا إلهي، لما فعلت ذلك؟ لما فعلت ذلك؟ لست أدري. ليتني أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. لما يفعل أي إنسان شيئا ينبغي ألا يفعله؟ فهذه لم تكن المرة الأولى. لا. هذا بشع. نعم طبعا بشع، وأنا لا أحاول أن أدافع عن نفسي، وأنا أعلم أنك لن تتصوري الحقيقة، إلا أنني منذ أيام الدراسة كنت أخشى النساء إلى حد الموت. كنت أخشى جميع الناس بشكل ما، إلا أنني كنت أخاف النساء خاصة. وكانت أيامي في المدرسة سيئة كريهة، وهي لم تكن طبعا مدرسة ويلينغتون، ولكن إحدى المدارس العامة. والأولاد يكرهون من كان خجولا حييا، وقد كنت كذلك، فجعلوا حياتي جحيما. وأبي كذلك كان يحتقرني، فقد كان صولا ممتازا في الحرس الأسود، وقد دفعني للالتحاق بالجيش، إلا أنني كنت دائما سبب خيبة أمله المريرة، وقد مات قبل أن أرقى إلى رتبتي في الجيش. وقد حصلت على رتبتي هذه بالحيلة، ولم يكن هذا صعبا في الأيام الأولى من الحرب، إلا أنها كانت بالنسبة لي كل شيء. أن يرفع الجند أيديهم بالتحية لي، أن يناديني الناس بكلمة سيدي، وقد تخيلت أنني قد أصبحت شيئا، إنسانا حقيقيا، ولربما وجدت بعض النساء فيه، إلا أنها لم تنفع قط. لقد صنعت بشكل ما، ولن أستطيع أن أغير من هذا الواقع. كان ينبغي أن أتوقع هذا، ولكنني قلت ما قلت لأنك سألتني لما أفعل مثل هذه الأشياء، ولقد أردت أن أتحدث عنها إلى إنسان ما، فما تحدثت قط عنها طوال حياتي. آسف أن أزعجتك أنت دون الناس جميعا. ولم أنا ودون الآخرين جميعا؟ أنا لا يعنيني الآخرون، ولا يساوون عندي قلامة ظفر. سيصدر كل منهم في رأيا حسب ما يتراءى له، ولكن هذا لن يعني بالنسبة لهم أكثر من موضوع جديد يلوكونه بأفواههم فترة من الزمن، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لك، وهذا ما يشقيني يا سيبل. هذه هي المرة الأولى التي تناديني فيها باسمي. حقا لم يعد ثمة معنى في كل هذا عن الألقاب مس ريلتون بيل، أليس كذلك؟ فيما أختلف أنا عن الآخرين؟ ربما لأن الفزع يتملكك من هل نقول الحياة؟ فلهذه الكلمة موقع أفضل من الكلمة الأخرى التي أعرف أنك تكرهينها، وأنت تعلمين أننا شبيهان إلى حد كبير، وهذا هو السبب في التقاء خطواتنا كثيرا في هذا المكان على ما أظن. كيف تقول إننا شبيهان؟ أنا لا. صحيح، أنت لا تقعين تحت تأثير الإغراء، ولن تقعي. إنك محظوظة جدا. أم أنت لست كذلك؟ من يستطيع أن يعرف الحقيقة؟ كل ما أريد أن أقوله هو أن كلانا يخشى الآخرين، إلا أننا نجحنا بطريقة ما
في نسيان خوفنا الدائم عندما نكون معا. أما عن نفسي فإنني مدين لك وسأظل كذلك إلى الأبد، إلا أنني بطبيعة الحال لا أتوقع منك نفس الشعور. ماذا تفعل؟ أجمع حاجياتي. أرأيت كيسا في هذه الغرفة؟ ها هو. مخلفات ويلينغتون القديمة. لما رويت كل هذه الأكاذيب المؤلمة؟ أنا أكره نفسي على ما هي عليه، هذا هو السبب فيما أعتقد، ولذلك كان حتما علي أن أصنع شخصا آخر، وليس في هذا ضرر بالغ وكلنا نمارس أحلام اليقظة، ولكن أحلامي أنا زادت في مداها عن معظم الناس. هذا هو كل شيء. وما أكثر ما نجحت في الإيمان بوجود الميجر الآخر. سيبل، أثمة شخص فرطها؟ لا أظن ذلك. أين ستذهب؟ لا أدري. ثمة صديق في لندن ربما استضافني يوما أو يومين، إلا أنني لا أرغب أبدا في الذهاب إليه. لما؟ حسن، ربما، أو كما يقول المثل، الطيور على أشكالها تقع. لا تذهب إليه، يجب عليك ألا تذهب إليه. لا أعرف مكانا آخر. اذهب إلى فندق آخر. لا أستطيع الذهاب إلى بورموث أو إلى أي مكان آخر قريب من هنا. يجب أن أذهب إلى لندن، ولا أعرف مكانا فيها يتفق مع حالتي المالية. سأقرضك بعض المال. لن تفعلي بالتأكيد. سأفعل، لدي عدد من بطاقات التوفير. خذ هذه، وأستطيع أن أجد المزيد منها إذا احتجت إليها. أوه لا يا سيبل، لا شكرا، لا أقبل. ولكنك ستذهب إلى هذا الرجل. لا، لن أذهب، سأجد مكانا آخر. أين؟ لا تنشغلي، سأكون في أحسن حال. ميجر بولوك، أنت هنا؟ تفضل في مكتبي لحظة واحدة. لست في حاجة إلى التحدث في مكتبك مس كوبر، أعرف ما ستقولين. سأغادر الفندق حالا. هذا قرارك أنت، أليس كذلك؟ طبعا. إنني أريد أن أوضح لك تماما أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن أطلب منك مغادرة الفندق. إن أردت أن تبقى فأنت حر تماما أن تفعل، فهذا أمر يخصك وحدك. هذا جميل منك، إلا أن علي أن أذهب طبعا. إنني أدرك بوضوح أنك تفضل أن تذهب، ولن تدفع أجر الأسبوع المعتاد كإنذار. متى ستذهب؟ قبل العشاء؟ طبعا. هل تريد مني أن أساعدك في البحث عن مكان تقيم فيه حتى تستقر؟ مس كوبر، لا أكاد أطمع في هذا. لم لا؟ هناك فندقان في لندن تابعان لمجموعة بورغار، أحدهما في ويست إند والآخر في سانت جونز وود، وأسعارهما تقارب الأسعار هنا. أيهما تختار؟ أظن ويست إند. عندي بطاقة هذا الفندق. نعم، قل، أتفضل أن أتصل بهم تليفونيا؟ شكرا، ولكن أظن من الأفضل أن أتصل بهم شخصيا، ذلك لأنه في حالة حدوث متاعب جديدة لا أحب أن تمسك. هل أستطيع أن أستخدم التليفون في مكتبك؟ بالتأكيد. سأدفع ثمن المكالمات طبعا. سيبل، إن لم تتح لي فرصة أخرى لرؤيتك فسأكتب إليك مودعا. مس ريلتون، والدتك صعدت لارتداء ملابسها لتناول العشاء، وقد أخبرتني أنني سأجدك في غرفة المكتب تستريحين، وقالت لي أن أبلغك أن لك أن تتناولي طعام العشاء في غرفتك إن أردت. حسنا جدا. كيف حالك الآن؟ بخير. ألا أستطيع أن أساعدك؟ لا شيء، وأرجو ألا تقولي مثل هذه العبارات، ستسوء حالتي بسببها مرة أخرى، وسأتصرف بحماقة. إنني في حالة طيبة الآن، وهو ذاهب، وهذا خير. أنا أحتقره حقا. لا أدري إن كان ينبغي لك. رجل حقير لئيم، وقد ارتكب إثما وحشيا بشعا، ولم تكن هذه المرة الأولى.
لقد اعترف بهذا. نعم، لم تكن المرة الأولى. ومع ذلك أخبرتيه أنه يستطيع أن يبقى في الفندق إذا شاء. هذا كذلك عمل حقير. وأنا كذلك حقيرة على ما أظن. سيبل عزيزتي، لما يصر الجميع هذه الليلة على منادات سيبل سيبل؟ كفى أرجوك، ستدفعينني للبكاء. لا أقصد هذا، أريد مساعدتك. هذا أفضل كثيرا. ما أفظع هذا. أعلم هذا، إنني شديدة الأسف من أجلك. يقول إننا شبيهان، هو وأنا. حقا؟ يقول إن كلينا يفزع من الحياة. إنني أكره حتى النطق بهذه الكلمة، وهو على حق، فأنا أكرهها فعلا. ما حقيقة أمري؟ لابد أن بي عيبا. ليس عيبا كبيرا على ما أظن. لنجلس أولا يا عزيزتي. إن كنت تقصدين أنك تختلفين عن الآخرين، إلا أن الناس جميعا يختلفون عن بعضهم البعض قليلا، أليس كذلك؟ هما أغبى العالم إن لم يكونوا كذلك. أريد أن أكون إنسانا سويا عاديا. لن أستطيع أن أبدي رأيا فيما تقولين يا عزيزتي. ما قابلت في حياتي إنسانا سويا، وبالنسبة لي فإن كل الناس غير عاديين، وأنا ألتقي هنا في ظروف عملي بشتى صنوف الناس، والشيء الوحيد الذي تعلمته في 5 سنوات هو أن كلمة سوي إن قيلت في وصف إنسان فهي لا تعني شيئا على الإطلاق، وبشكل ما تعتبر إهانة موجهة لخالقنا أن نفترض أنه يقوم بعملية الخلق حسب طراز محدود. لا أظن ماما توافق على هذا. وأنا متأكدة إلى حد كبير أنها لن توافق. قولي لي، متى مات أبوك؟ عندما كنت في 7. وهل ذهبت إلى المدرسة؟ لا، قالت ماما إنني ضعيفة جدا، وكانت لي مربية وقتا قصيرا، إلا أن ماما قامت بتعليمي بنفسها. نعم، ولم تفترقي كثيرا عنها، أليس كذلك؟ فقط عندما كنت أعمل لمدة قصيرة اشتغلت بائعة في محل كبير في لندن، جونز وجونز. كنت أبيع الأباجورات، إلا أنني مرضت وكان علي أن أترك العمل. أي حظ سيء. حسنا، عليك إذن أن تحاولي مرة أخرى قريبا، أليس كذلك؟ ماما تقول لا. ماما تقول لا. حسن، إذن عليك أن تحاولي أن تجعلي ماما تقول نعم. لا أدري كيف. سأخبرك كيف. بالهروب والالتحاق بعمل. ستقول نعم حينئذ وبأسرع ما يمكن. علي أن أعد الطعام. هل تعتقدين أنه سيكون بخير؟ الميجر؟ لا أدري، أرجو ذلك. رغم ما ارتكبه فأنا لا أريد أن يقع له أي سوء. أريده أن يكون سعيدا في هذا الفندق في الويست إند. هل هو فندق لطيف؟ لطيف جدا. وهل سيجد صديقا هناك؟ قال لي الآن إنه سيظل مدينا لي دائما، لأنني جعلته ينسى فزعه الشديد من الناس. ولقد ساعدك كذلك. نعم. أرجو أن يجد لنفسه صديقا في الفندق الجديد. وكذلك أنا. يا رب يا رب، أرجو أن يجد صديقا. هل لقد رتبت كل شيء يا مس كوبر؟ قد يسرك أن تعلمي أنني قلت مستر بولوك ولم أضطر لذكر اسمك أو اسم الفندق، والآن علي أن أصعد سريعا لأحزب أمتعتي. سيبل، وداعا يا سيبل. وداعا، فليبارك الله. منسحقة جدا،
وهذا أكثر ما كنت أخشاه من المسألة كلها. مضحك، فتاة غريبة تكاد أن تكون مريضة، لها عقل طفل وأحيانا لا تستطيع أن تدرك شيئا، ومع ذلك فهي تعني الكثير بالنسبة إلي. وأظنك كذلك تعني الكثير بالنسبة لها. كنت على ما أظن، ولكنني لم أعد كذلك. كانت مغرمة بالميجر الشجاع وليس سردت عليها قصة حياتي كلها. لقد آثرت أن أفعل هذا، فثمة فرصة أن تدرك الحقيقة بطريقة أفضل يوما ما، إلا أنني أخاف ألا تستطيع أبدا. بل أظنها ستدرك. قد يحاول الإنسان أحيانا أن يبرر موقفه، كأن يقول إن ما يفعله لا يصيب أي إنسان آخر بضرر كبير، إلا أن هذا لا يمثل الحقيقة. مس كوبر، أرجوك ألق نظرة في ردها وتأكدي من عدم وجود أحد. حسن. مس ميتشل تتحدث في التليفون. يا للعنة. ستسافر في أي قطار؟ 7:45. ما زال أمامك الوقت الكافي. سأقضي وقتا طويلا في حزم أمتعتي. 4 سنوات. يا له من موقف فظيع. إنني أكره الأيام الأولى التي أقضيها في أي مكان جديد، وأنا أعني الكلمة تماما. إنني أرتعب فرقا من مجرد فكرة الالتقاء بغرباء، والمأساة هي أن الفزع المسيطر علي سيضطرني على الأرجح إلى الاحتماء بأكذوبة الميجر مرة أخرى. حاول ألا تفعل. سأحاول، طبعا سأحاول. كل ما أرجوه هو أن أنجح. أشكرك يا مس كوبر على عطفك الشديد علي. الله يعلم لما أنت طيبة معي إلى هذا الحد. أنا لست جديرا بهذا، وسأظل مدينا لك عارفا بفضلك علي. حسن. وأنت شخصية غريبة إن سمحت لي بهذا التعبير، وما يضطرم وراء هذا الوجه الإداري الساكن لا أكثر مما يستطيع أن يتصوره إنسان. قولي لي، حدث لك فيما مضى شيء سيء؟ نعم. سيء جدا؟ ولكني تغلبت على الموقف. ماذا حدث لك؟ أحببت رجلا أحب امرأة أخرى. وما زلت تحبينه؟ نعم، وسأحبه دائما. أما زلت تأملين؟ لا، على الإطلاق. وهل هذا ما يجعلك مرحة؟ لأنه لا معنى لأي شعور آخر. لقد قبلت النهاية، وأنت ترى أنه من المدهش حقا أن يفيض بالإنسان المرح عندما يفقد كل أمل. وما زلت أملك الذكرى، وهي كما ترى ذكرى سعيدة جدا. نعم، أنت فيلسوفة. حسن، سواء أكانت ميتشام على التليفون أم غادرت فسأندفع نحو غرفتي، وإلا فاتني القطار. لم لا تبقى؟ أبقى؟ تقصدين أن أبقى هنا في الفندق؟ قلت إنك تفزع من الفندق الجديد. ولكنني أفزع من البقاء هنا أكثر. نعم، ولكنك لم تضطر إلى المزيد من أكاذيب الميجر، أليس كذلك؟ قد أكره على شيء أبعد مدى بكثير شيء حاسم. أن أنظف غدارتي القديمة، وأنت تستطيعين أن تتصوري أن أترك لك مخلفات قذرة على إحدى السجاجيد، وفضيحة قبيحة في فندقك. سأخاطر إن قبلت. عزيزتي مس كوبر، إني لأجبن من أن أستطيع البقاء هنا. أجبن كثيرا جدا. يا للأسف، فكرت كم يكون جميلا أن تثبت لنفسك العكس. أتفكرين في سيبل أنت أيضا؟ نعم. تريدين أن تعيد الجندي الشجاع السابق إلى مكانته القديمة عندها؟ هذا صحيح. تريدين أن تجعليها تعتقد أنها عاونتني على إنقاذ نفسي؟ نعم. لا لا لا، ما من أمل، ما من أمل في هذا العالم العريض الواسع الحي. إنني أعرف نفسي. أعجب إن كنت تعرفها حقا. ولكنني أعرفها جيدا. أشكرك لمحاولتك الطيبة. هناك قطار في 9، أليس كذلك؟ نعم، 9:32 نعم، 9:32. نعم.
مس كوبر، بعد إمعان الفكر أظن أنني سأنتظر قطار الغد. سأبقى هنا الليلة. هذا جميل. ويقرر بولوك البقاء ومواجهة الموقف بشجاعة جديدة لا عهد له بها. نحن الآن في غرفة الطعام ساعة تناول العشاء. المائدة بجوار النافذة يجلس إليها مقيمان جديدان وهما غارقان في شؤونهما الخاصة. المائدة رقم 7 وهي مائدة الميجر بولوك شاغرة ولم تعد للطعام، أما بقية الموائد فهي مشغولة بأصحابها المعتادين. الزوجان تشارلز وجين ستراتون يتجادلان. ليدي ماثيسون ومستر فاولر يتحدثان عبر مائدتهما، وميسيس ريلتون بيل تتحدث مع ابنتها سيبل، وميبل تدور حول ميس ميتشام المنصرفة إلى قراءة آخر أنباء السباق كعادتها. وأنت ماذا طلبت يا ميس ميتشام؟ ماذا؟ اسكالوب أم بفتيك؟ ماذا؟ نعم. لا يهم لا يهم، كلاهما لا يؤكل. وماذا عن الكتكوت المثلج؟ كتكوت مثلج، ولكننا لم نحصل عليه ساخنا بعد. لو كنت مكانك لاخترت الاسكالوب، إنه جيد. إذا فليكن الاسكالوب. ميبل، أيوجد جبن؟ أخشى أن لا يوجد. إنهم لا يقدمون أبدا جبنا. عزيزتي، أظنهم يذيعون مباراة جديدة في التلفزيون الليلة. نعم أعرف ذلك، قرأت عنها في راديو تايمز ويبدو أنها ممتعة. سأراها بالتأكيد في الأسبوع القادم. ولم لا يكون الليلة يا عزيزتي؟ إنني متعبة جدا، سأذهب للنوم بعد العشاء مباشرة. طبعا. يا له من يوم مثير للأعصاب، لا أظن أحدا منا سينساه قط، وأنا أحس بالتعب التام. سيبل، أعطني قليلا من الصلصة يا عزيزتي. جلاديس، انظري، الميجر. يا للجرأة. نعم، لم يغادر الفندق. عجبا. ينبغي ألا نخاطبه، يجب أن نقاطعه. موت، أليس في ذلك قسوة؟ جلاديس، ماذا تقولين؟ ميبل، رقم 7 حضر. قلت إنه لن يحضر. حسن، هذا ما قاله لي جو، قال إنه سيغادر الفندق قبل العشاء. ميجر، أنا آسفة، حدث التباس، سأعد مائدتك حالا. ميجر، ماذا تختار؟ الاسكالوب جيد الليلة. هاته، أشكرك. أتريد الحساء أولا؟ لا شكرا. حسن، هل تريد الاسكالوب إذن؟ نعم. هالو ميجر. هالو. الجو غائم قليلا أليس كذلك؟ أخشى أن يسقط المطر بعد قليل. نعم، أخشى أن يسقط المطر. كيف يمكن أن نوجه إليه حديثا؟ نحن في حاجة إليه. هذا الجفاف يضر السباق. أنت تعرف يا ميجر ميدان السباق في نيو ماركت، أليس كذلك؟ لا أعرفه. ولكنني أذكر أنك كنت تقول. حسن، على أي حال ميدان السباق في نيو ماركت خطر عندما يكون جافا، ومع ذلك فإذا سقط المطر غدا فإنني أستطيع أن أرشح لك حصانا من الفائزين. أشكرك كثيرا جدا، إلا أنني لن أكون هنا يوم الثلاثاء. حقا؟ اترك لي عنوانك وسأرسل إليك برقية، ولكن عليك أن تدفع ثمن البرقية. أشكرك، هذا منتهى الرقة منك. لن تعتبرني كذلك إذا خسرت في السباق. مساء الخير ميسيس ريلتون بيل. مساء الخير ليدي ماثيسون. مساء الخير. مساء الخير مستر بولوك. مساء الخير. سمعت أنهم لم يعدوا مائدتك. تقبل أسفي الشديد يا مستر بولوك. شكرا.
لو كنت مكانك لاخترت الاسكالوب، طبق طيب جدا. لقد طلبته. حسن، إنني مسرورة جدا. مساء الخير مستر ومسز كرافورد. كل شيء على ما يرام. رائع. برد الجو فجأة، أليس كذلك يا عزتي ليدي ماثيسون؟ نعم يا عزتي. سأدير مقعدي قليلا لأتحاشى تيار الهواء. يا الله يا الله. مساء الخير. مساء الخير يا عزيزي مستر بولوك. مساء الخير مستر فاولر. عرفت؟ فاز الحصان هامبشاير فوزا كبيرا اليوم. دفعت ال5 جنيهات 380. أوه، رائع جدا. كنت أتمنى أن يطيلوا المباراة. إلى اللقاء. مساء الخير ميجر بولوك. جلاديس، ماذا تفعلين؟ ميجر، أنصحك أن تأخذ فطيرة التفاح، إنها جيدة جدا. أشكرك ليدي ماتيسون، لقد طلبتها. سيبل، هيا بنا. ماما، لم أنتهي بالطعام بعد. لا يهم. هيا هيا يا عزتي إلى الصالون. سيبل. لا يا ماما، سأبقى هنا إلى أن أنتهي من عشائي. حسن جدا إذن. ميجر، سيشرق القمر الجديد الليلة، يجب أن نخرج كلنا بعد العشاء لنشاهده. نعم، سنفعل. آسفة لأنني تأخرت عليك. أنت نفسك تأخرت، أليس كذلك؟ نعم، هذا خطأي أنا. ماذا دهاك الليلة يا ميجر؟ إنك تردد باستمرار هذا خطأي هذا خطأي، وقد اعتدت أن تقولها باللغة اللاتينية. حقا كلا العبارتين تحملان نفس المعنى. لن أستخدم عبارات لاتينية بعد اليوم. هذا عشاؤك. ماذا عن الإفطار؟ الإفطار؟ هل قررت البقاء غدا أم أنك سترحل عن الفندق؟ أنا ميجر بولوك. نعم، قررت البقاء يا دورين. جميل. الإفطار في الموعد المعتاد، أليس كذلك؟ حسن جدا، الإفطار في الموعد المعتاد. استمعتم إلى مسرحية من فصل واحد ومشهدين للكاتب البريطاني تيرنس راتيغان بعنوان المائدة رقم 7، ترجمة ميخائيل رومان. قام بتصوير الشخصيات ميجر بولوك فرج النحاس، مسز ريلتون بيل زوزو نبيل، سيبل ابنتها كريمة مختار، ليدي ماثيسون عزيزة حلمي، مس كوبر إحسان شريف، مس ميتشم رفيع الشام، مستر فاولر عباس يونس، تشارلز ستراتون فاروق الدمرداش، جين ستراتون عصمت محمود، ميبل رجاء حسين، ودورين سهير رضا. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. مسرحية المائدة رقم 7 من إخراج محمود مرسي.